هلا، واليوم راح أسوي لكم مرقة باقلا خضراء باللبن. طبعا بالبداية سلقت اللحم وانتظرت لبين ما يستوي. بهاي الأثناء لبين ما ينسلق اللحم نظفت الثوم وحضرت اللبن. راح أحتاج غسلت الباقلا وثرمتها، وهسه راح أبدي أسوي اللبن. طبعا استخدمت المج كوب، فهذا أول كوب لبن. هاي هنا أول كوب، وهذا كوب الثاني. راح نخلطهم سوية. نخلطهم خلطة مضبوطة. هنا أنا ضفت لهم ملعقة أكل طحين حتى يتجانس اللبن سوية وما يقطع عندي. ضفت له 1 ملعقة أكل طحين، وطبعا نخلطه. نبقى نخلط حتى ما تصير بيه تكتلات، نبقى نخلط بيه. نبقى نخلط مثل ما تشوفون هيك شكله صار. هسه شو نسوي؟ نعصر له عصرة ليمون صغيرة. هنا أنا حمست اللحم وحمست الثوم وياه، طلعت ريحتهم الطيبة. بهالأثناء بعد ما نحمسوا راح أضيف لهم الباقلة الخضراء تتقلى وياهم همين على كيفها. بعد ما تقلت الباقلة حطيت لها مية اللحم وخليتها شوية تستوي. هنا أنا تقريبا استوت الباقلة، قربت. بهالأثناء اللبن حطيته على النار، وطبعا ما تنسون تبقون تخوطون بيه حتى لا يلزق وحتى لا يفور وحتى لا يقطع همينه. تظلون تخوطون بيه تخوطون. هنا أنا درته فوق الباقلة بعد ما استوت الباقلة. تخبطوها كلها سوية وتحطوا لها الملح. هنا راح أخليها على النار تفور كم فورة وتسخن. هنا أنا بديت أصبها واستوت عندي. مثل ما تشوفون صبيتها وطلعت ريحتها الطيبة. طبعا هاي الأكلة تنكل وياها تمن اللي هو الرز. هنا أنا طبق التمن وراح أصبه وياها. وهاي هنا أنا صبيتها، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. جربوها، كلش سهلة وطيبة. قسما بمن خلق الغرام عينك تخفي عكس ما قلتيه عني من كلام. قم يا مزاج الطفل، قم سلم عليها. أنا قلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك